الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نحمد الله على نعمة الإسلام وكفى بالإسلام نعمة، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه هو الحكم العدل، وهو سبحانه وتعالى القائم على كل نفس بالقسط. سبحانه قال في الحديث القدسي في صحف إبراهيم عليه السلام: وكانت أمثالا كلها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. قال فيها: أيها الملك المسلط المبتلى المغرور. كل تلك صفات وابتلاءات يتعرض لها كل من هو في موقع المسؤولية أو الرئاسة أو القيادة. أيها الملك المسلط المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض، ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو كانت من كافر. سبحانك أنت الحكم العدل، وأنت الذي لا يرضى بالظلم، وأنت المنتقم بعزتك وجبروتك من كل ظالم ومن كل جبار عنيد. سبحانك يا من قلت في قرآنك: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، خيرته من خلقه وصفوته من رسله، خاتم النبيين فلا نبي بعده، ومن زعم النبوة بعده فقد كفر، وخاتم المرسلين فلا رسول بعده، ومن زعم الرسالة بعده فقد كفر، لقول الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الدنيا وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ورضي الله عن صحابته الغر الميامين. نزل عليه قول الله: اقرأ. أول ما نزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقرأ النبي وأقرأ أصحابه، فتحولوا جميعا بعد أن كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، إنما يحفظون لغتهم ويجيدون بلاغتها. أصبحوا يكتبون ويقرؤون ما أنزل عليهم من كتاب الله، بل ويكتبون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من فم النبي وحيا طاهرا أولا بأول، فكانوا سفراء علم ودعاة حضارة. رضي الله عنهم وارضاهم، وجزاهم الله خيرا على جهدهم وجهادهم. كانوا أعلى درجات القدوة وأعلى درجات الاستجابة وأعلى درجات الهمة التي نفتقدها اليوم في أجيالنا المسلمة التي تفشت فيها أمراضنا المعاصرة. هو القائل يربيهم ويصنع فيهم هذه الهمة العالية وتلك الشخصيات القوية التي تسيطر على العواطف وتسيطر على الدوافع وتسيطر على الانفعالات في الغضب والرضا والعسر واليسر، فلا تكون تصرفاتهم ولا تكون مواقفهم إلا لله